فأول حاجة هي تراكم قرارات مش بتاعتك. يعني مثلا من أهلك، من المجتمع، من الصحاب، من المدرسة، بيحطوا قدامك شوية اختيارات، فانت اوريدي بتختار وبتكمل. تاني حاجة معانا هنا الضغط الزمني. دايما بنحس ان احنا الوقت ضاع مننا، واحنا ساعات كتير بنبص ورانا واحنا ابتدينا متأخر وسيبنا حاجات تعدي، فبتتخيل الحياة، فبتبدأ انت بقى في الوقت ده تتخيل حياة. يا ريت انا كنت خدت القرار دوت. فبتبدأ تحن للحياة انت المفروض كنت عايشها وخدت قرار انك تعيشها، مش بتحن لحاجة قديمة حصلت. مثلا لما تكون حابب تدخل كلية معينة وتدخل كلية تانية ويعدي عليك الوقت وتحس ده مش مجالك، ده مش اللي انت كنت عاوزه، فتقول يا ريت كنت ذاكرت، يا ريت كنت خدت كورس، يا ريت كنت اجتهدت عشان ادخل الكلية دي. فاللي بيحصل ان الغلط لما بتاخده لحظة واحدة بس، انما الندم بيقعد معاك سنين، عشان لحظة قرار خدته غلط ده أثر عليك طول حياتك. تالت سبب معانا هنا من الأسباب إن فترة من الزمن في صورة مثالية اتبنت جواك. يعني إيه؟ مثلا فترة شفت فيلم، سمعت أغنية، قرأت قصة، فشفت الشخص اللي انت قرأت عنه سمعت عنه شفته، ت- شفت نفسك فيه، فقلت أنا المفروض أكون كده. مثلا رياضي، فنان، مثلا عايش في بلد تانية، ليك منصب معين. فاللي بيحصل هنا الصورة اللي انت دخلتها في خيالك ديت مع الوقت دي بتتحول لواقع بديل، بالرغم من انك ما عشتهاش اساسا. فالموضوع مؤلم جدا انك انك تكون عايش بس مش مبسوط، روحك تايهة، مش عارف انت مين، هدفك ايه. احساس مؤلم جدا، انا عارف. فالحل هنا يا صديقي الفاضل انا لخصتهم لك في 3 خطوات. اول حاجة اعترف، صارح نفسك، متضحكش على نفسك. اعترف ان الشعور دوت مش جنان ولا خيال، لا ده دليل بيوجهك ان في حياة انت المفروض تعيشها. ارجع في الطريق اللي انت ماشي فيه، واجه نفسك. لازم الشعور دوت تواجهه وتتعامل معاه وتحققه في حياتك. تاني حاجة راجع نفسك الأصلية. شوف وانت صغير كنت بتحب ايه، وانت صغير ايه الحاجة اللي انت كنت بتعملها والوقت بيعدي فيها من غير ما بتاخد بالك. ايه الشيء اللي انت كنت بتعمله وبتشوف نفسك فيه فعلا. تالت حاجة ابدأ صغير، مش لازم تقلب حياتك كلها، لا. انت قول لنفسك انا هفتح باب صغير للحياة اللي انا مستنيها. فالخلاصة هنا ان الشعور الحنين اللي انت بتحسه لحياة معينة ده مش حلم ولا جنان، لا. انت